اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفراخ بتاعت النهارده عمرها 23 يوم زي ما حضراتكم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. اوزانها كويسه جدا وبتتكلم عن نفسها، مفيش فيها غلطه بسم الله ما شاء الله. لا في اسهالات ولا في انتفاخ سره ولا في انتفاخ بطن ولا في سموم ولا في اي حاجه خالص، بسم الله ما شاء الله. الفرشه بتاعتهم نظيفه، الفرشه بتاعتهم نظيفه وزي الفل، والاضاءه كويسه والتهويه كويسه. والنهارده الجو هوا متقلب زي ما حضراتكم شايفين، يقدر بنلم البحر عليهم شويه وبنسيب فتحه القبليه مفتوحه تهويه للاوضه. وزي ما انتم شايفين كده العلافات فاضيه اهي، العلافات كلها فاضيه واقعه على الارض اهي فاضيه. انا مجوعه، وزي ما حضراتكم شايفين انا نزلت الدور اللي فات سقوة العسل والزبادي والخميره، وصفه جميله جدا جدا، يا ريت الكل يعملها. بتحسن الوزن، بتزود الوزن بطريقه كويسه جدا، وبتحسن الهضم لان العسل فاتح شهيه جميل جدا، والزبادي ملطف للمعده خصوصا في الحر، والخميره بتزود الوزن بطريقه جميله جدا جدا جدا. لان الزبادي والخميره بكتيريا نافعه، فبينشطوا الفرخ وبيزودوا الوزن بطريقه ممتازه ممتازه ممتازه. وصفتنا النهارده ما تقلش عنها، هي نفسها بس هننزلها على العلف ان شاء الله، وهتبقى كويسه جدا جدا، وبتحسن معايا الهضم وبتزود الوزن اكتر واكتر، لان يبقى كده نزلناها في الميه ونزلناها في العلف. زي ما حضراتكم شايفين كده انا مجوعه الفراخ قبلها بفتره عشان خاطر نحط الحاجه ياكلوها على طول. انا حاطه معايا هنا حوالي 4 كيلو علف، وطبعا الفراخ هجم عليهم مش عاتقين، ومعايا كيس خميره اهو هرشه، دقين صابوني يعني ارشه. بس ابعدوا شويه كده لما اخلص. يبقى انا حطيت دلوقتي حوالي 4 كيلو علف، حطيت عليهم كيس خميره، وحطيت عليهم هحط عليهم كمان على كل كيلو علف معلقه صغيره من العسل، فهحط حوالي 4 معالق صغيرين. طبعا ما تكتريش تقولش هو بيزود الوزن روح مكتره العسل والخميره، لا. وقلت لك زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان لازم الفرخ ما يكونش عنده اي اسهالات. وحطيت العسل الاول وحطيت الخميره الاول وحطيت العسل فوقه عشان يبقى العسل لزج، فهم ايه يلزقوا في بعضه، وهقلبهم في بعضهم وهنزلهم الفراخ وارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده انا قلبت الخميره مع العسل مع العلف كله في بعضه، وحطيت لهم حوالي 4 كيلو علف، عليهم كيس خميره، عليهم 4 معالق صغيرين من العسل. وزي ما حضراتكم شايفين كده ان الفراخ جعانه جدا وهياكلوها، لان قلت لكم زي ما قلت لحضراتكم ان العسل طعمه حلو مسكر، فبيخلي الفراخ تاكل اكتر. والميه كمان حاطه فيها عسل وخميره، فحاطه في العلف وحاطه في الميه، باذن الله يزود الوزن معايا ويخلي دوره الفراخ ما تطولش معايا اكتر من 35 يوم باذن الله، ونبيع او نذبح الفراخ زي ما حضراتكم شايفين. وياريت لو بتستفيدوا مني بقدر المستطاع تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.